هبدأ الحلقة بكلمتين كده عن زيزو. زيزو واحد من اللعيبة اللي فوق السن اللي انضموا للمنتخب الأولمبي، وعادة اللعيبة فوق السن بينضموا للمنتخبات الأولمبية بتاعت بلدهم لسببين. السبب الأول إن يكون لاعب فلتة مفيش زيه، يعني الراجل ده فارق بشكل كبير جدا عن أي واحد بيلعب في المنتخب ده أو في المكان ده. والسبب التاني عشان الخبرات. يعني إيه الخبرات؟ يعني يعرف يخرج الفرقة من المواقف اللي هيتعرضوا ليها في البطولات اللي زي دي، عشان اللعيبة دي ما تعرضوش للمواقف دي قبل كده. فأنا جايب واحد خبرة يساعدهم في الحاجات اللي زي دي. حلو الكلام. يعني لما الفرقه تتعرض لضغط جماهيري، او يحصل تاتش بين فرقتي والفرقه اللي قدامي، او يحصل خلاف بين اللعيبه في الملعب، او يحصل خلاف بان اللاعب ده مش عايز يطلع او اللاعب ده عايز يلعب، بيبقى دور اللعيبه الكبيره مؤثر جدا في المواقف اللي زي دي. يعني بالبلدي كده انا واخدك يا زيزو عشان لما لاعب يتقمص وهو طالع، ولا لاعب يعمل تاتش مع زميله في الملعب، تلملي الدنيا دي وتحاول تحافظ على لاعيبتك، ما تخليش اللعيبه تفك. لكن لما ابقى انا واخد عيال كلهم تحت 23 سنه، وانت الكبير اللي فيهم معاك النني طبعا، واطلعك من الملعب تتقمص وتزق ايد عادل مصطفى وتقول له هش محدش يتكلم معايا، طب انا واخدك ليه؟ يعني الاضافه اللي زيزو ضايفها للمنتخب الاولمبي مش موجود. عامه اللعيبه كلها في الماتش اللي فات او الماتش الاولاني كان كله تحت المستوى، ما فيش فيهم غير واحد او اتنين اللي كان باين. ده بالنسبه للماتش الاولاني. الماتش التاني يعني برضو يا عم زيزو انت تاثيرك ما كانش التاثير الفج. شاركت في الجون ودي حاجه تحسب لك، عرضيه كويسه جدا، لكن بعد كده تاثيرك جوه الماتش ما كانش اللي باين. وجالك كوره انت والجون فاضي وطلعت. مش بقول ان انت لازم تطلع، اللي بقوله ان انت ما كانش تاثيرك، يعني ما خرجناش ميسي من الملعب. ده اللي انا عايز اقوله. يعني عادي ممكن تخرج زيك زي اي حد، وانت خارج لازم تكون نموذج للعيال اللي جوه الملعب دي، ونموذج للعيال اللي بره الملعب اللي بتتفرج عليك. لان انا واخد الكبير اللي يلم لي الليله عشان يشوفوا النموذج بيكون ازاي في الملعب. فتطلع تزق ايد الاداري وتقول ما حدش يتكلم معايا، وطالع مقموص في ماتش او في اخر ربع ساعه حياه او موت، او اهم ربع ساعه لمصر في المجموعات، يبقى انت مش جاي تأدي الدور اللي انت جاي عشانه. لا ده بالعكس، انت ممكن تأذي الفرقه. يعني دلوقتي كوكا ولا شحاته ولا اسامه فيصل ولا ابراهيم عادل ولا اي حد من المنتخب كله، لما يجي الماتش الجاي يشوح عشان ما لعبش ولا يشوح عشان طالع من الملعب، اكلمه بانهي وش؟ او مين اللي هيلمه؟ انت اللي هتروح تكلمه؟ مين اللي هيتكلم مع اللعيب لما يعمل حاجه غلط مع المدرب؟ واللي هتأثر على الفرقه كمجموعه. هو الحمد لله ان الحوار حصل بينك وبين الراجل على الخط، الصوره ما كبرتش، بس اللي بره كلهم شافوها، واللي في الملعب هيشوفوها لما يروحوا. فانت ضرك دلوقتي للمنتخب بقى اكبر من نفعه. على النقيض بقى تعال نتكلم على واحد تحت السن اللي هو حمزه علاء، راجل تحسه حرفيا خبرات واحد عنده 40 سنه، بيتكلم مع كل لاعب في الملعب، بيوقف اللعيبه تحت اي ضغوط، بيطلع بالكره من تحت، بيلعب برجله كويس جدا، مش هايب اي حاجه، بيتكلم مع الحكم، بيتكلم مع الخط اللي قدامه. في لقطه كده ما نسالوش، بعد الجون فرقه اوزبكستان بدات تتجرأ علينا بعد ربع ساعه، بعد تلت ساعه ساب الكوره وطلع كلم خط الدفاع وخط النص كله ويشخط في اللعيبه ويقول له ركز، خليك في الملعب بس، ركز في الملعب بس. ده العيل الصغير اللي تحت 23 سنه، راجل الله اكبر عليه، راجل اقول عليه انا من بعد عصام الحضري. هو انت ممكن تقول ان انا بافور شويه، بس الايام ما بيننا هتثبت، يعني ربنا يحميه من الاصابات ويركز ويكمل على مستواه. ده من بعد عصام الحضري ما شفتش واحد بيتحرك برجليه للكور الثابته زي حمزه علاء. مهما كان مين اللي وقف عندنا كويس بعد عصام الحضري، الشناوي، عواد، جنش، اكرامي، كل الناس دي على عيني وعلى راسي. انا بتكلم على التحركات برجل الحارس، انه يطلع في الكور الثابته، يطلع في الكورنرات، يطلع في العرضيات. ما شفتش واحد زي حمزه علاء. عمري ما وصل لي احساس الطمانينه بعد الحضري في اي كره عرضيه ان انا الحارس بتاعي يقدر يطلع يطمني ويريحني ويخلصني منها غير مع حمزه علاء. اتمنى لك ان انت تكمل في مستواك ده ويجي لك عقد احتراف، اللي انا متاكد هيجي لك عقد او عرض كويس جدا في الاولمبياد دي. لو انت كملت بالمستوى ده اخرج وسيبك بقى من حته المنافسه، العب اساسي في الاهلي ما العبش اساسي في الاهلي، لا اطلع عرب مش عارف فين. امشي من بدري، انت لسه صغير وباذن الله ربنا يكرمك، عشان انت شخصيه موهبه، تركيز، ثقه في النفس، يعني حاجه تحسد عليها ما شاء الله عليك. سيبك بقى من النقطتين اللي انا اتكلمت فيهم دول، وتعالى بقى نتكلم عن او الماتشين بتوع مصر في المجموعات، سواء الاولاني او التاني. لو جينا نقارن مستوى مصر او شكل مصر في ماتش اوزبكستان وشكل مصر في ماتش الدومينيكان، هتلاقي في اختلافات من حيث مثلا البدايه، شكل المنتخب وهو بيبدا، شكل الفرقه وهي بتبدا، الضغط، التصرف في الكوره، السرعه. مصر في ماتش دومينيكان كان اللعيبه بتاخد الكوره وتروح يعني تحسه شايل على ظهره 2 3 غيره، كل لعيب ما بينقلش الكوره من رجل لرجل، كل لعيب عايز يوصل. هو احمد عيد عايز يروح، ابراهيم عادل عايز يروح، زيزو بيوصل لحد ال 18 ويرفع ويلم ويرجع تاني ويرجع تالت. وده هديلك مثال بسيط، زيزو ليه كوره في ماتش دومينيكان مسك الراجل على الخط قاعد يعمل بيه كده رايح راجع رايح راجع 3 4 مرات، وفي الاخر لعبها باص بالعرض. الكوره اللي مصر جابت منها الجون في ماتش اوزبكستان زيزو على الخط، وكنت متوقع انه يعمل نفس الحركه. الحمد لله زيزو اتصرف فيها بشكل سريع جدا، وصل هوب رفع
تك جول. الاختلاف في زيزو بين الماتش ده والماتش ده هو نفس الاختلاف في منتخب مصر بين الماتش الاولاني والماتش التاني. قدام الكرة السريعة الايجابية كانت بتلعب بشكل اسرع، كنا مركزين ان دايما من اول لحظة لحد تقريبا اول تلت ساعة، حتى بعد الجون ب10 دقايق، حتى بعد لما بدأنا نضغط شوية من اوزبكستان، انا مركز ان انا اطلع بالكرة من تحت على الارض، ما بشتتش، بيتضغط عليا بنقي الكرة من رجل لرجل عادي جدا. دي كانت مختلفة كتير عن ماتش دومينيكان، وضيف عليها الغلطات الدفاعية اللي موجودة في الماتشين، ما اختلفش معاك. بس تعال نشوف في ماتش اوزبكستان الغلطات الدفاعية عملت فينا ايه، وماتش دومينيكان ايه اللي حصل. الغلطة اللي كنا بنعملها في ماتش اوزبكستان اي غلطة، يعني مش بغلط لعيب بعينه، غلطة بقى في طلوع بالكرة في نص الملعب، غلطة في التمركز، غلطة في التصرف في الدفاع، كنت تحس اللعيبة كلها بشراسة بتستموت على الكرة التانية او على ان هي تصلح الغلطة دي، واللعيبة الكرة اللي بعدها سواء بنطلع بالكرة من تحت، سواء بنقابل، سواء بنتحرك، لا اللعيبة كان فيها تركيز يفرق كتير جدا، مع انه مش التركيز المطلوب بس يفرق كتير جدا عن الماتش الاولاني. الماتش الاولاني كان بتروح علينا كورة نقعد ربع ساعة بعدها ركبنا بتخبط في بعض، وتحس ان احنا مش عارفين نكلم بعض، فقدنا النطق، ده بيتحرك يمين وده بيتحرك شمال، والدنيا سداح مداح. ويمكن الفرق ان دي كانت لسه ايه، خضة اول ماتش، يعني كانت الخضة في الماتش التاني ما بتأثرش علينا. يعني واحد زي حسام عبد المجيد غلط غلطة في الماتش الاولاني، طلع بقية الماتش من تركيزه كله بقى صفر طول الماتش. الماتش ده اللهم صل على النبي غلط يجي 10 غلطات والحمد لله كان مركز. يعني لما كان بيجي له كوره بيتعامل فيها كويس في 18 كوره، بيطلع بدماغه كويس، بين كل كوره بيتعامل بيها كويس كان في كوره فيها غلطه كارثيه منه، واللي انا مش عارف ايه مبررها بصراحه. يعني هي مش خضه، مش توتر، ما بيبقاش مضغوط عليه، ما بيبقاش اي حاجه، الكوره جايه له بيستلم عادي خالص لوحده، يستلم غلط الكوره تيجي في ايده، الكوره يجي يطلعها العكس لجوه، الكوره اللي كان هيعمل تاكل اللي كانت ممكن تتسبب ان هي توصل لضربه جزاء، قدر المسافه غلط وكان هيتزحلق على الراجل بدري، بعد كده قال لا فهوب مسك الراجل، الحمد لله يعني عدت. فغلطات مش مبرره، الحمد لله الماتش ده عدى. كوره من الغلطات اللي انت غلطتها دي لو كانت لبست احنا بره البطوله بنسبه كبيره، احنا بره البطوله. فغلطات اتمنى ان هي تقل في الماتش الثالث، خلاص دخلنا في رتم الماتشات، خلاص بقينا ممكن نلعب الماتش الجاي على التعادل، مش هنموت على المكسب. فلا الشده والضغط العصبي اللي على اللعيبه المفروض يبقى وصل للنص او اقل من النص، او حتى لو لسه زي ما هو انتوا خلاص قدرتوا تتعودوا عليه او اخدتوا عليه. فات ماتشين بحلوهم بمرهم، اللي جاي المفروض اشوف فرق في التعامل النفسي للعيبه، ومش بذكر كل اللعيبه لان كان في عندنا 2 3 اللهم صل على النبي. يعني واحد زي احمد عيد الباك رايت ده ما شاء الله عليه مش صغير، ده مش ناشئ خالص، ده يقوم بفرقه، ده يشيل فرقه كامله. قراراته وجرأته في انه ياخد القرار في اي مكان في الملعب مدياله تقل على اي لاعب بيلعب عليه. يعني منتخب اوزبكستان اللي كان يميزوا علينا، ويمكن في حاجه اوعى تفتكر ان انت تلاقيها في منتخب اسبانيا، يعني السرعه الرهيبه اللي عند اللعيبه. اسبانيا كورتها سريعه، لكن منتخب اوزبكستان الباس بيتلعب لمين فين، تلاقي السبرنت راح وجابه، الراجل بياخد الكره من على ال 18 يرمي الكره ويجري وراها، 5 6 من مصر بيجروا وراه. كانوا مميزين بالسرعه الرهيبه، اللي مع ذلك كان واحد زي احمد عيد بسبب جرأته وواثق من نفسه وهو بياخد القرار، لا قادر على الراجل اللي قدامه، قافل على الراجل اللي قدامه، بيروح على الراجل بسبرنتات، يروح على الراجل بسبرنتات، مش فارق معاه خالص. وزي ما ذكرت مميزات احمد عيد، نتكلم على كريم الدبيس اللي كل كوره وكوره كده برضو. يعني انا احمد عيد ده انا واثق فيه، اي كوره هيعملها بنسبه 95% هي هتبقى صح. الدبيس بقى 50% 50%. كوره بقول الله عليك يا ابني، كوره غلط كارثي. نبتدي من اول الماتش، الكوره اللي لم فيها على ال 18 ملعوبه له لسه انت في اول 5 6 دقايق ورايح واشول ولميت لجوه، وفي راجل عمل اوفرلاب من وراك، يا تطلعه يا تكمل لجوه، العب بالعرض، العب باس. احنا لسه بدري، اشوط بيميني ليه؟ ويا ريت يمينك شغاله مثلا، لا ده مش موجود. الشوطه دي ليه؟ ده قرار غلط. قيس على كده كريم الدبيس كان طول الماتش بنفس الكلام، تلاقيه طلع في كوره حلوه قوي خد قرار الباس او العرضيه غلط. نفس الكلام في الدفاع، كوره جايه عليه متمركز صح، راجع بظهره مع الراجل، فجاه كده ما تعرفش ايه اللي حصل له، يقوم واخد خطوتين لقدام يلحق الكوره تطب وراه. فدايما ايدي على قلبي وانا بتفرج على كريم الدبيس، ويمكن ده برر لي ليه كولر ما كانش بيعتمد عليه بشكل اساسي، او كولر ما بيلعبوش بشكل اساسي، خصوصا بعد اصابه علي معلول في النادي الاهلي. ان هو واضح ان هو لاعب عنده امكانيات، بس لسه عايز كتير جدا في حته انه ياخد القرارات، عشان لاعب بامكانيات عاليه لكن اتخاذ قرارات غلط يوديه في 60 داهيه، او يخليه مش لاعب، او يخلي امكانياته دي ملهاش لازمه. دول الكام لاعب اللي مش بقطع فيهم، بس بتكلم على حاجات بيتهيألي. يعني والله المشاكل اللي عند كريم الدبيس دي بيتهيألي انه لو تأنى كده في اتخاذ القرار هيتحول، هيبقى لاعب تاني، يعني اتوقع كده. بتكلم عليه من حته النقطه اللي ناقصاه او العيب اللي فيه. لكن كان في ناس، مع ان شكل مصر ككل ما كانش مبهر يعني، بس كان في ناس في الملعب لازم ترفع لها القبعه، الناس بتوع نص الملعب
3 بتوع نص الملعب بما فيهم النني اللي بتلاقيه ورا كل كوره من اول نص الملعب وخط دفاع مصر، ورا كل كوره اي كوره بتنط النني اللي رايحه الثانيه، اي كوره بتنط النني اللي رايحه الثانيه. ده مش كده وبس، ده كان ليه بعض الادوار الهجوميه اللي احنا شفناها في ماتش دومينيكان، كوره في العارضه. الماتش ده الراجل مطلع الكوره من المقص، شاط كام كوره، طلع كام واحده، طلع ابراهيم عادل، طلع زيزو، عمل في ماتش دومينيكان واحده بالعرض والجون فاضي. تحس بوجوده وتحس بالفارق اللي هو عامله مع اللعيبه دي، وزيد عليه الدور الكفاحي بتاع اسامه فيصل. اسامه فيصل ليه مشكله معاه ان هو فينيشر، انا بحس ان هو ناقصه الدقه في الفينش دايما، لكن هو لاعب فايتر، هو لاعب بيموت نفسه، بيحط رقبته تحت القطر، ما بيفرقش معاه حاجه. الماتش الثاني ده بتاع اوزبكستان، يمكن ماتش دومينيكان ما كانش فارق، ما كانش باين بشكل كويس. الماتش الثاني بتاع اوزبكستان بيضغط على كل من هب ودب، في كل متر في الملعب، في كل شبر في الملعب اسامه فيصل رايح عامل الضغط. اسامه فيصل ما شفتلوش كره عاليه او اشتراك عالي غير لما بينزلها للاعب بتاعنا اللي جاي من وراه. في اكتر من كوره اوزبكستان بتحضر او تبقى كوره ميته متشتته من مصر، مرميه يمين ولا شمال، ميته، يروح يضغط ويعافر، يا اما يقطع ويطلع الفرقه عليه، يا اما يعمل فاول يهدي الفرقه عشان نطلع نرتاح من الضغط والسرعات اللي كانت اوزبكستان عاملاها علينا. المجمل ككل رايي ايه في منتخب مصر؟ والله ده رايي من ماتش الدومينيكان، الفرقه تحس عندها كواليتي، فرقه قادره تلعب كوره، والدليل على كده ان ماتش اوزبكستان لعبنا فيه كوره نوعا ما احسن من الماتش الاولاني، فده معناه ان في كوره ممكن نشوفها من الناس دي. الماتش الاولاني كان عليه ضغوط، رهبه، البطوله، الموضوع دخل في الجد، اللعيبه لسه مخطوفه. الماتش الثاني لما هدينا، مع ان الماتش الثاني كان ضغوطه بالنسبه لي اكتر من الماتش الاولاني، فرقه تعتبر في المجموعه او في الكوره اعلى من الفرقه الاولانيه. الفرقه اللي اعلى دي انت بتلعبها ومطالب ان انت تكسب، عشان الماتش اللي بعده انت رايح لفرقه الله اعلم هتقدر تتعادل معاها ولا لا، مش هتعرف تكسبها، لا الله اعلم هنقدر نتعادل معاها ولا لا، اللي هي اسبانيا. وضيف على كده الضغوط بتاعه الجمهور اللي طلعوا اتكلموا عن المنتخب واداؤه في الماتش الاولاني ان ما كانش عاجبهم، فكل الضغوط دي تخلي ان ماتش اوزبكستان المنتخب يبقى فيه شكله اسوأ من الماتش الاولاني. بس معنى ان المنتخب يبقى شكله احسن ولو على فترات خلال الماتش، ده دليل على ان اللعيبه تقدر تطلع منها حاجه. ماتش بعد ماتش كيرف بيعلى، ان شاء الله نقدر نوصل لحاجه، ان شاء الله نقدر نعمل انجاز في البطوله دي امنيات مش توقعات. وبالذات بقى ان خلاص فكك بقى من موضوع التمثيل المشرف وهنروح نوصل لمش عارف ايه ونرفع علم مصر والكلام ده، خلاص فكك بقى من الكلام ده. علم مصر بيترفع لما تطلع من الثلاثه الاوائل، غير كده انت ما بترفعش حاجه. المجمل بقى تقول لي نقدر، والله انا شايف ان نقدر بعض الحاجات كده، او اكبر دليل يخليني حاسس ان احنا نقدر عدم الرضا اللي كان باين على المدرب طول الماتشين. المدرب واحنا فايزين على اوزبكستان مش نوعيه المدربين، هقارن بشوقي غريب اللي قاعد يتكلم وارجع، انا بقارن بشوقي غريب عشان هو اللي كان ماسك الاولمبياد اللي فاتت، ارجع اقف هنا مش عارف ايه، لا هو طول الماتش قاعد يشوح، او مش بيشوح بيزعق، اللي هو مش راضي، انا مش عاجبني اللي بيحصل، انا مش مبسوط خالص من اللي بيحصل، تعليمات ليل نهار، الناس بتتصرف غلط، الناس ما بتعملش اللي هو محفظه لهم. فلو طلعنا ان مصر لعبت خلال الماتش كله، خلال الساعه ونص لعبت نص ساعه كره كويسه، نص ساعه تمركز دفاعي، وكنا مضغوطين وبنلعب وغلطات وبتاع، نص ساعه مع فرقه حرفيا ممكن تكون اسرع او من اسرع الفرق اللي ممكن تقابلها في البطوله دي، ويكون الراجل مش عاجبه، ده دليل ان هو شايف او هو قادر يعمل حاجه هي ما بتتحققش على الملعب. وانا مش جاي عشان اعمل كده، انا جاي عشان اعمل اللي احسن من كده وانتم مش عارفين تطلعوا. فده اللي مديني امل ان ممكن ان شاء الله نقدر نوصل لما هو ابعد من ذلك. بس يا سيدي، وبكده بقى وصلت لنهايه الحلقه، استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.